السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اضرب التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه عقاركو. التطبيق ده مساحته 22 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده خاص بالعقارات. لو انت عايز تبيع العقار بتاعك، لو انت عايز تشتري عقار، لو انت عايز تأجر عقار، لو انت عندك محل، لو انت عندك ارض عايز تبيعها او تبني عليها، لو انت عندك شاليه، لو انت عندك شقة، لو انت عندك بيت، لو انت عندك فيلا، كل الحاجات دي بتقدر ان انت تبيعها وتشتريها، وتقدر ان انت تأجرها بسهولة. لو حابب ان انت تشتري فانت بتقدر ان انت تدخل على التطبيق وتشوف المنطقة اللي انت عايز تشتري فيها، والبرج او الشقة والمساحة اللي انت عايزها. لو عايز تأجر شقة مثلا، ممكن بتخش برضه تشوف الشقة اللي انت عايزها مكانها فين، مفروشة ولا مش مفروشة، في الدور الكام، في البرج عامل ازاي. لو انت صاحب عقار او صاحب بيت او صاحب شقة وحبيت ان انت تأجرها، فانت بتقدر تحط الاعلان بتاعك والمواصفات بتاعتها، اذا كانت هي مفروشة ولا اذا كانت هي فاضية وفي برج ولا لأ، والبرج ايه الخدمات اللي فيه، في اسانسير في الدور الكام، الحاجات دي كلها. لو عندك ارض برضو عايز تأجرها، عايز تبيعها، عندك مخزن عايز تأجره، عندك مكتب، عندك محل، عندك اي حاجة، فانت بتقدر ان انت تبيع وتشتري وتأجر زي ما انت عايز من خلال التطبيق. طبعا ما بيكونش فيه عمولة من خلال التطبيق ده، بس بيكون فيه اشتراك وشراء التطبيق. ودي يعتبر من عيوب التطبيق، ان انت لازم تشتري التطبيق او عشان تشتري التطبيق، يعني عشان تقدر تستمتع بكل المميزات والتطبيق ما يقفش معاك، او ما تجيش الاعلان مثلا بتاعك بعد ما تنزله تلاقيه مثلا اتحذف او حصل فيه اي مشكلة. فانت بت يعني بتتغلب على الموضوع ده بان انت تشتري التطبيق. وبس كده، ده يعتبر بس شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق فايت هتسمع القادمه اكتب في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.